المواطنين. ويتحدث في هذه المناسبة السيد الرئيس جمال عبد الناصر. أيها المواطنون، حينما وصلت اليوم إلى مدينتكم وسرت بين جموع أبنائها في طريقي إلى هذا المصنع، تذكرت زيارتي الأخيرة لدمياط، وتذكرت وأنا أنظر إلى وجوه أبناء دمياط، تذكرت الوجوه التي رأيتها في زيارتي الأخيرة من أبناء دمياط، وهي تعلن أنها لا بد أن تعيد إنشاء المصنع في بلدها، هذا المصنع الذي كان في أرضها لمدة ثم انتقل منها. وكنت أسمع العمال في هذه الزيارة وهم ينادون، والشعب وهو ينادي نريد المصنع، ولم أكن أعلم ما هي قصة هذا المصنع. ثم سألت في الاجتماع الشعبي عن قصة هذا المصنع وعرفتها، فقلت في خطابي إن الحكومة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم بأي عمل، وإذا أردتم أن تعيدوا إقامة المصنع في بلدكم فعليكم أن تجمعوا صفوفكم وأن تتحدوا وتصمموا على أن تعيدوا بناء هذا المصنع. واليوم أشعر بالسعادة وأشعر بالفخر وأشعر بالمثل الكبير الذي ضربه أبناء دمياط حينما صمموا على عودة هذا المصنع فأقاموا هذا المصنع، وقد اعتمدوا على أنفسهم. ضربوا بهذا المثل للأمة كلها على أن التعاون والتضامن والتصميم يمكن أن يضع إرادة الشعب موضع التنفيذ. في هذه الفترة رأيت الشعب في دمياط يصمم على إقامة هذا المصنع، واليوم أشعر بالسعادة حينما أقف لأتكلم إليكم وأرى أمامي مصنع الغزل في دمياط وقد أعيد بنائه بفضل أبناء دمياط وتكاتفهم واتحادهم، أقيم بنائه بفضل تصميم أبناء دمياط على بنائه. وهذا هو مثل يجب أن نحتذيه في كل عملنا، فتصميم الشعب وعمل الشعب يمكن أن يخلق المعجزات. وقد استمعت اليوم من رئيس الاتحاد القومي في دمياط السيد حمدي عاشور عن المشروعات التي ستقام وتبنى وتنشأ في دمياط، المشروعات المختلفة. وأشعر أيضا أن هذه المشروعات إنما هي من إرادة الشعب ومن مبادئة الشعب. فالشعب في دمياط أخذ المبادئة ليعمل بنفسه ويجمع المال ثم يقيم الصناعة، والشعب في دمياط أخذ المبادئة ليقيم الجمعيات التعاونية ويعمل فعلا على تحقيق المجتمع الاشتراكي الديمقراطي التعاوني. وأذكر اليوم حينما كنت ألتقي بالسيد حمدي عاشور بعد هذه الزيارة، ثم بعد ذلك حينما ترك الجيش ليتفرغ للخدمة العامة واختار في هذا الوقت أن يتفرغ لخدمة دمياط، وكان يقول
وكان يقول لي إنه في هذا الطريق إنه يرى في شعب دمياط الأمل الكبير، وإنهم لا يطلبون من الحكومة أن تشترك معهم، ولكن يطلبون من الحكومة أن تقيم لهم التسهيلات، وإنه كفيل على أن تسير الأعمال وعلى أن تجمع الأموال. وقد كنت أرى في حديثه وأشعر إيمانه بشعب دمياط. وكان يقول إن شعب دمياط خلق بطبيعة اقتصادية لا يمكن لفرد أن يستغله، ولم يتمكن أي مستغل في دمياط من أن يستغل دمياط بأي حال من الأحوال، بل لم يتمكن أي فرد أن يقيم في دمياط مكانا أو ملها يلهي به أبناء دمياط، لأن أبناء دمياط إنما يتجهون إلى العمل المجد ويتجهون إلى البناء. وكنت أشعر بهذا، بأنه وهو فرد من أبناء دمياط يشعر بروح أبناء بلده، ثم ينظر للمستقبل ليرى في بلده الصناعة وقد قامت، والمجتمع الاشتراكي الديمقراطي التعاوني وقد بدأت خطواته تسير في طريقها حتى يكون هناك المجتمع الذي نريد، هذا المجتمع الذي تحقق عليه الرفاهية. وكنت أيها الإخوة المواطنون أتتبع دائما أخباركم لأني كنت أرى فيها تجربة جديدة ومثلا يحتذى به، وكنت أتتبع اكتتاباتكم من أجل بناء هذا المصنع، وكنت أتتبع مجهوداتكم من أجل إقامة الجمعيات التعاونية، سواء من أجل صناعة الأحذية أو من أجل صناعة الأثاث، وكنت أتتبع المجهودات الأخرى من أجل إنشاء صناعات جديدة. وكنت أشعر بالفخر والإعجاب لأن الشعب في هذه المدينة صمم على أن يعتمد على نفسه ويضع آماله وإرادته موضع التنفيذ، فاعتمد على نفسه ونجح في أن يضع إرادته موضع التنفيذ. وكان هذا مدعاة للأمل في المستقبل، وكان هذا العمل الذي قمتم به في بلدكم إنما يمثل لي ولإخواني القوة التي يمكن أن تنبعث من جميع أنحاء شعبنا، لأن قوة الشعب وتصميم الشعب إذا وضعت موضع التنفيذ، حينما يعتمد الشعب على نفسه فإن هذا يبشر بالأمل الكبير ويبشر بالخير الكثير. وأرجو في زيارتي القادمة أن أرى مشروعاتكم الأخرى وقد انتهى تنفيذها، ثم أرى المشروعات الجديدة وقد وضعت موضع التنفيذ. وأنا أعلم أنكم تريدون أن تعيدوا ميناء دمياط إلى ما كانت عليه في الماضي، ونحن اليوم في تطوير بلدنا زراعيا وصناعيا سنحتاج إلى ميناء دمياط، وسنعطيكم المبادئة، ولكن هذا العمل يحتاج من الحكومة أن تعمل معكم من أجل أن ينفذ ومن أجل أن يوضع موضع التطبيق. وأنا أعدكم أننا سندرس ميناء دمياط، وأرجو الله في زيارتي القادمة أن يكون العمل في هذا الميناء سار في مجراه، وبهذا تتحقق لكم كل الآمال، وبهذا نستطيع أن نضع الإرادة موضع التنفيذ. فالشعب الذي يصمم لا بد أن ينتصر،
والشعب الذي يؤمن بنفسه لا بد أن ينتصر، والشعب الذي يصمم على الوحدة ويصمم على أن يسير في طريقه متحدا لا بد له من أن يعرف طريقه. وقد ضربتم هنا في مدينتكم هذه المثل كلها. إننا اليوم ونحن نفتتح هذا المصنع إنما نذكر أننا سرنا في برنامج التصنيع لمشروع السنوات ال5 الأول بعد العدوان الثلاثي، وكنا نجابه الحصار الاقتصادي، وكان أعداؤنا يعتقدون أن حصارهم الاقتصادي على وطننا سيمنعنا من أن نطور بلدنا، وسيمنعنا من أن نبني السد العالي الذي صممنا على أن نبنيه. وقد وضع مشروع السنوات ال5 موضع التنفيذ في أواخر